الدائرة الآتية نجدها في كتاب الصف الخامس في كتاب الصف السادس العلمي القديم. هي دائرة ملف رومكورف. ملف رومكورف عبارة عن ملف أولي عدد لفاته قليل، وملف ثانوي عدد لفاته أكبر. الدائرة هنا هي عبارة عن مذبذب كهربائي نستطيع أن نعمله من المحولة الكهربائية. عند تجزئتها سوف نحصل عندما نحصل على جرس، على مغناطيس كهربائي، المغناطيس بدوره يجذب قطعة الحديد، ونحصل على مذبذب كهربائي كما في دائرة الجرس الكهربائي. ربط الدائرة يكون من خلال الملف الأولي. من الملف الأولي القطب الأول يربط مع المفتاح. القطب الأول يربط مع المفتاح المحوري أو المفتاح هنا، أو قطعة سن البلاتين الأولى. قطعة سن البلاتين الثانية المرتبطة مع قطعة الحديد، مرتبطة ضمن سلك كهربائي إلى مفتاح كهربائي، من المفتاح الكهربائي إلى بطارية. السلك الآخر للبطارية نلاحظه هنا يرجع بدوره إلى الملف الأولي اللي قلنا هو عبارة عن مغناطيس. فتصبح عندنا هنا دائرة متذبذبة. الدائرة المتذبذبة تولد تيارا محتثا ينتقل من الملف الأولي إلى الملف الثانوي. طبعا هنا للملف الثانوي. في هذه الدائرة ربطنا متسعة إضافة. هاي المتسعة وظيفتها تقليل الشرارة الكهربائية بالإضافة إلى رفع التيار إلى أقصى حد. المتسعة نراها مرتبطة مع المفتاح أو السنة البلاتين، تقليل الشرارة الكهربائية. الدائرة الأخرى دائرة الملف الثانوي. الملف الثانوي يرتفع من مرتبط مع القطبين اللي بهذا الشكل. يعني هنا السلك مو ضمن المتسعة، من الملف الثانوي إلى القطبين اللي يولدن الشرارة الكهربائية. بعد ما نشغل الدائرة راح نلاحظ هنا تذبذب قطعة البلاتين وتوليد شرارة كهربائية. نلاحظ الشرارة الكهربائية المتولدة بين القطبين. هذه وسيلة تعليمية للطالب لكي يتعرف عن ملف رومكورف وما وظيفة ملف رومكورف. وظيفة رفع الفولتية إلى أعلى أو أقصى حد نريده. الدائرة هنا بالنسبة للمحولة الكهربائية عندما ترتفع الفولتية فإن التيار سوف يقل. أي علاقة عكسية بين الفولتية والتيار حسب قانون أوم. نشغل الدائرة من جديد.
ونلاحظ الشرارة الكهربائية متولدة في سنة ذات. واضحة، تجربة بسيطة نستطيع القيام بها كوسيلة تعليمية للطالب.